السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي طلاب الصف الثالث الإعدادي مكملين مع بعض أهم أجزاء جرامر الترم التاني. في يونت 9 النهاردة الوحدة التاسعة هنشوف هنستخدم أو هنتكلم عن إيه؟ هنتكلم على be going to اللي بنعبر بيها عن خطط مستقبلية. دي هنا طبعا بنصرفه am أو is أو are اللي هو التصريف الأول من فعل يكون. تاني نقطة هنتكلم عنها في يونت 9 الضمائر المنعكسة. نبتدي مع بعض كده ازاي نعبر عن الخطط المستقبلية اللي احنا بنسميها ايه؟ future plans. إذا أول ما ألاقي كلمة بلان في أي جملة يبقى أنا على طول هشتغل على am أو is أو are going to زائدا مصدر. طب ازاي يا مستر؟ يعني لو الفعل بتاعنا I أكيد هنشغل am. طب لو الفعل بتاعنا he أو she أو it أو أي اسم مفرد هنشغل is. الفعل بتاعنا we أو you أو they أو أي اسم جمع هنشتغل على are. ونكمل التعبير بتاع going to infinitive اللي هو الفعل فين؟ في الماضي. دي الجملة المثبتة. طب عايزين ننفي يا مستر؟ الجوكر اللي احنا هنشتغل عليه هنا في النفي والسؤال هو am أو is أو are حسب الفاعل. يعني إيه؟ لو عندي am في النفي هتبقى am not، عندي is هتبقى is not، عندي are هتبقى are not. يعني بحط not بعد am أو is أو are وأكمل الجملة بتاعتي عادي خالص going to زائد المصدر. طب عايزين نكون السؤال بتاع هل يا مستر؟ ادي الجمله بتاعتي وعاوزنا نكون سؤال حل. على طول هنعمل النقص. يعني ايه؟ يعني هنبدل الفاعل مكان ام او از او ار. لو هبتدي بام لو الفاعل اي، از لو الفاعل هي واخواتها، ار لو الفاعل وي واخواتها، واكمل الجمله بتاعتي جوينج تو زائد المصدر. ده سؤال هل يا مستر هنجاوب عليه ازاي؟ اكيد اما بيس يا اما بنو. يبقى هرجع تاني المقص اقول له يس الفاعل ام او از او ار، نو الفاعل I am not isn't أو aren't. طب هنكون سؤال بأداة استفهام. قبل تركيبة هل بنحط أداة الاستفهام. يبقى جملة الاستفهام أهوت أداة استفهام am أو is أو are قبل الفاعل، يبقى أنا كده بسأل وأكمل الجملة بتاعتي عادي خالص going to زائد المصدر. هنا am أو is أو are آدي الجزء الأولاني، الجزء التاني going، الجزء التالت to، الجزء الرابع المصدر. مننساش أي جزء من الأربع أجزاء دول. شوف الإكزامبل بتاعنا بيقول إيه. I am going to try windsurfing. إذا هنا دي جملة مثبتة. طب عايزين ننفي زي ما احنا اتفقنا فوق هنحط أداة النفي not بعد am من الفعل I am not going to try windsurfing. طب الجملة هي تمثل الجملة المثبتة. عايزين نحاول سؤال هل هنبدل am مع I، واحنا عارفين إن I في السؤال يتحول إلى إيه؟ تمام، برافو عليك، ويتحول إلى you. لكن هاجي أشتغل قبلها am ما تشتغلش مع you يبقى نرجعها لأختها في الجمع اللي هي مين؟ are. يبقى ناخد بالنا إن I am في السؤال تتحول إلى إيه؟ are you. وأكمل الجملة عادي خالص going to try windsurfing. طب أنا هجاوب يا مستر هرجع you تاني لأصلها I. يبقى نقول له yes I am no I am not. no I am إيه؟ not. تمام. حطيت هنا قبل سؤال هل أداة استفهام وحذفت الحاجة اللي أنا بسأل عليها، يبقى أنا كده كونت سؤال بأداة استفهام. طب هنا هنسأل على الرياضة أو النشاط اللي هو هيعمله دهوت، هنقول إيه؟ what are you going to try. ممكن أعوض عن فعل try هنا بدو، يبقى what are you going to do أو what are you going to try. الاستخدام بتاع am is are going to بتعبر عن خطط مستقبلية، وهنعرف قدام إن شاء الله في السنين الجاية إنها بتعبر عن نية، قرار، تنبؤ، بدليل، فعل على وشك إيه؟ الحدوث. طب إيه الكلمات اللي هي الدالة؟ ده أنا بعبر عن خطط مستقبلية، يعني كلمات المستقبل اللي أنا هشتغل عليها. زي إيه؟ زي tomorrow، next، this زائد أي مدة زمنية ما انتهتش، زي this afternoon، this evening، وهكذا. ادي الجزء الاولاني. الجزء الثاني هنتكلم على الضمائر المنعكسه. يعني ايه ضمير منعكس يا مستر؟ الضمير المنعكس بيأكد لي ان الفاعل هو بنفسه اللي عمل الفعل. يعني الفاعل والمفعول هما نفس الشخص، هما نفس ايه الشخص. طيب لو الفاعل بتاعنا يا مستر يبقى على طول الضمير المنعكس ماي سيلف. طب لقيت الضمير المنعكس ماي سيلف يبقى اكيد الفاعل اي. طب لقيت الفاعل هي او اي اسم ولد اعيد عليه بضمير منعكس هيم سيلف. طب لقيت هيم سيلف يبقى اكيد الفاعل هي. طب شي منعكس يبقى هير سيلف. طب لقيت هير سيلف يبقى الفاعل شي أو أي اسم بنت، اسم واحد بس. طب لو ات يبقى منعكس منه ات سيلف. لقيت ات سيلف يبقى ات أو أي اسم مفرد غير عاقل. يقول لي ذا بيرد، يقول لي ذا كات،
لكن لو قال لي ذا بيردز ذا كاتس يعني شغله لي جمع يبقى حاجة تانية خالص. طيب عندي يو، ناخد بالنا بقى، عندي يو مفرد وعندي يو جمع. طب يو لو مفرد يبقى المنعكس منه يور سيلف، لكن لو يو في الجمع يبقى المنعكس منه ايه؟ تمام، يور سيلفز. برافو عليكم. انتوا ماهدين ايه؟ في المفرد قلنا سيلف سيلف سيلف، اما في الجمع هنبتدي نشتغل على جمع سيلف ايه؟ سيلفز، احول الاف الى في اي اس. طب ويا مستر يبقى المنعكس منه ايه؟ اور سيلفز يعني كده جمع. طب زي يبقى المنعكس منه themselves، ونفس الطريقة لو لقيت themselves يبقى أكيد الفاعل جمع أو زي. طب جاب لي اسمين اتنين، جاب لي مثلا علي أند منى، أو هدى أند منى، أو علي أند هاني، يبقى على طول المنعكس منهم themselves. طب جاب لي أي اسم ولد أو بنت مع الضمير I، يبقى كده أصبح الفاعل متكلم جمع، يبقى المنعكس منه ourselves. تمام. طيب جاب لي يو مع أي اسم ولد أو بنت، يبقى أكيد المنعكس منه يو، هنا كده يو جمع مخاطب أهو، يبقى المنعكس منه يور سيلفس، ما ينفعش هنا بقى أشغل يور سيلف. طب لو قال لي يو بوث أو بوث أوف يو أو يو أول أو أول أوف يو، هنا على طول لقيت بوث أو أول مع يو، يبقى كده يو مخاطب جمع، يبقى المنعكس منه إيه؟ برافو عليكم، يور سيلفس. إذا زي ما إحنا قلنا كده، سيلف المفرد الجمع بتاعها يبقى على طول إيه؟ سيلفس. برافو عليك. طيب لما يجي يقول لي مثلا إيه؟ I made myself. هلا قلت هنا ماي سيف ليه يا مستر؟ لأن الفاعل أي، الفاعل إيه؟ أي. طب لو جاب لي نقط كده يقول لي ميد ماي سيلف سام سالاد فور لانش، يبقى أكيد الفاعل إيه؟ الفاعل أي. طب لو قال لي نقط كده are really enjoying ourselves، ourselves يبقى أكيد الفاعل وي. طب لقيت وي يبقى أكيد المنعكس منه إيه؟ ourselves. طب جاب لي اسم ولد كده وقال لي إيه؟ عمر hurt himself. عمر ده اسم مفرد مذكر، يبقى أكيد المنعكس منه إيه؟ himself. لكن لو جاب لي أي اسم بنت مفرد يبقى أكيد المنعكس منها إيه؟ herself. شوف الاكزامبلز بتاعتنا هنا، مثلا اشتغل على تشوز، اعتبرها هوم وورك، بس احنا هنحلها مع بعض نشوف كده هنشتغل ازاي او بنفكر ازاي. وي going to زائد المصدر، يبقى التعبير بتاع going to زائد المصدر ايه؟ ام او از او ار، الفاعل مين؟ وي، يبقى على طول الاجابه ار. تمام. I am going to، أنا am going to is going to are going to مصدر، يبقى فين المصدر؟ فين المصدر؟ فين المصدر؟ برافو عليك، يبقى فعل بزيت بدون أي إضافات، يبقى ده المصدر بتاعنا. طب الجملة رقم 3 بيقول لي is she go trekking، is she go trekking، التعبير بتاعنا إيه؟ am أو is أو are going to زائد المصدر، يبقى على طول أدي is she جت قبل she لأن ده سؤال، يبقى نقول له is going to. تمام، برافو، يبقى going to على بعضيها، ناخد بالنا، يبقى going to إيه؟ على بعضيها. طب رقم 4 بيقول لي who is going to cook your meal. الله، طب ما جاب لي التعبير كله اهو يا مستر، is going to المصدر، فاضل لي ايه هنا؟ عايز نشتغل على الكلمه ده يعبر عن المستقبل. last week ده ماضي، طب yesterday ده ماضي، this evening اكيد لان a week ago برضه تعبر عن الماضي، يبقى this evening هتبقى الاجابه بتاعتي. رقم 5 بيقول لي no I am going to walk. لا، I am going to walk مخطط إن هو هيتمشى، إذا هو مش هيعمل إيه؟ أو هنا هنشغل مع I مين؟ نقول له no I am ولا no I am not؟ يبقى أكيد no I am not، يبقى الإجابة بتاعتي هنا إيه؟ منفية am not. طب we enjoyed، عايز نشتغل هنا بقى على ضمير منعكس، هيلاقي على طول على مين؟ على الفاعل وي، يبقى المنعكس منه على طول إيه؟ ourselves. طب would you like to make a cup of tea؟ فين الفاعل؟ فين الفاعل؟ يو. تمام، الفاعل هنا يو، يبقى على طول المنعكس منه ايه؟ yourself. طب رقم 8 بيقول he put on a hat to protect، عايز نشتغل برضو على ضمير منعكس، عناية على طول على مين؟ على الفاعل، لقيت الفاعل هنا مين؟ he، يبقى المنعكس منه على طول himself. لازم ابقى حافظ ضمائر منعكس يا جماعة عشان ايه؟ الدنيا تبقى سهلة معايا. طب نشوف ناخد بالنا من الاكزامبل رقم 9. بيقول لي the birds sleep in caves to protect، the birds ديت
فاعل جمع يا مستر، فاعل جمع والله غير عاقل، جمع غير عاقل او اي جمع على طول بعيد عليه ضمير زي. طب هنا على طول الضمير منعكس من الجمع يبقى ايه؟ they themselves. تمام. لكن افرض هنا يا مستر ضحك عليا بقى وقال لي ذا بيرد مفرد، يبقى المنعكس منه ايه؟ لو هو مفرد كنا شغلنا itself، اما هنا ذا بيردز جمع فعشان كده شغلنا ايه؟ themselves. رقم 10 بيقول لي ماي سيستر اند اي. مضحكش عليا كده، يرمي لي اي في النص وايه وافكر ان هو يقصد السيستر بس، يبقى على طول هنا قدامنا الضمير اي مع اي اسم، يبقى على طول ده متكلم جمع، يبقى المنعكس منه ايه؟ تمام، اور سيلفز. خش على كام جمله كوريكت كده. بيقول لي وات ار يو جوينج تو ويرز. لا احنا هنقول له ام از ار جوينج تو مصدر، اذا نحذف الاس ديت عشان نرجعه فعل وير مصدر. طب are you going to do your homework last ديت في الباست يا مستر تعبر عن الماضي، لكن am is are going to تعبر عن المستقبل، يبقى نشغلها ايه؟ next. تمام، next evening. علي ار، علي ده اسم مفرد يا مستر، ازاي نشتغل معاه ار؟ طب احنا عايزين نعمل كوريكت، يبقى هنا فعلا نشتغل معاه is، يبقى علي is going to go trekking next year. شوف رقم 4 بيقول لي سلمى has a jacket to keep myself. هي myself دي لو فعل يا مستر، لكنها جايب لي سلمى اسم بنت، يعني سلمى اللي هي ايه؟ she، اذا المنعكس منها يبقى ايه؟ تمام، herself. هنا بيقول لي they made the cake myself لا، يبقى الفاعل بتاعه تمام I. وكده يبقى خلصنا اهم النقط الموجوده في الوحده ديت. اتمنى يا رب ان انا اكون فدتكم بشيء، وما تنسوش تدعمونا بلايك والشير والاشتراك في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.